في التسعينات ما كنتش تخش بيت في مصر الا وتلاقي فيه الصدفه دي، كنت تخش اي صالون في اي بيت في مصر تلاقي ترابيزه وعليها رخامه وفوقها صدفه. هي دي كانت موضه البيوت ايامها. كنا دايما بنجيب الصدفه ونحطها على ودنا ونسمع صوت شبيه بصوت البحر. بس هل اللي بنسمعه فعلا ده صوت البحر ولا حاجة تانية؟ بعض الناس بتعتقد ان الصوت اللي بنسمعه في الصدف عبارة عن هواء بيدخل جوه تجويف الصدف وبينتج عنه صوت البحر اللي احنا بنسمعه. والبعض التاني بيعتقد ان الصوت اللي بنسمعه عبارة عن الاصوات الداخلية اللي جوه جسمنا، زي تدفق الدم اللي في الاوعية الدموية اللي في ودنا. بس الكلام ده غير صحيح. الصوت اللي بنسمعه في القوقعة أو الصدفة هو صوت الضوضاء الموجود حوالينا في المكان. الصدفة تقدر تقول إنها بتجمع الموجات الصوتية جواها، والأصوات دي بتتداخل مع بعضها. إن كان حد بيتكلم، عربية معدية، صوت راديو، صوت تلفزيون، بمجرد إنك تحط الصدفة على ودنك الأصوات دي بتتجمع فيها وتتداخل مع بعضها، وبينتج عنه صوت البحر اللي احنا بنسمعه. والدليل على كده إنك لو دخلت جوه أوضة بتعزل الضوضاء وحطيت الصدفة على ودنك مش هتسمع حاجة. والصوت كمان بيختلف من مكان للتاني، يعني لما تكون في منطقة صحراوية غير لما تكون في منطقة زراعية غير لما تكون في مكان مزدحم. بمجرد انك تحط الصدف على ودنك الصوت هيختلف من مكان للتاني حسب المكان اللي انت واقف فيه. وقيس على كده برضو حجم الصدفة، لما يكون حجم الصدفة كبير غير لما يكون حجمها صغير الصوت برضو هيختلف حسب حجم الصدفة. بس كده، ما تنساش تصلي على النبي.